عايزه اقول لكم وانا راجعه قلت يا بنت دلعي نفسك بقالك كتير كده، يعني بس مش معقوله يعني يا جماعه ما اهتمش بنفسي. يا بنت احسن الراجل يبص لواحده تانية، يا بنت احسن الراجل يتجوز عليكي. وجابت لي ديت، جابت لي دي. هي مش جابتها بروح امها دفعت فلوسها، لا هي قعدت تتحايل عليا وتقنع فيا. يا ماما يا لهوي كبرت 15 سنه من السن. وجبت دي بصوا كور لحفيدنا لبنت رحمه يا جماعه. طبعا انا مش هحط ملح كتير عشان انت المفروض اصلا ما تاكلش املاح. الدكتور يا جماعه قايل له بس قايل له ما تاكلش املاح كتير، واصلا قال لك المفروض ما تاكلش املاح خالص. ايوه بس انا بقى اللي هعطف عليكم مره كده يعني. ليه؟ السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. خلاص العيد فاضل عليه شهر وبنستعد بقى للعيد وكده. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا لسه جايه من تحت، كنت يعني بجيب شويه حاجات وكده وكنت بعمل تحاليل لروان. يعني انا عملتها لها امبارح عشان طبعا هي بتشتكي من رجليها بقالها فتره يعني، وبتشتكي من جنابها. المهم كان في تحاليل قديمه كنت انا موريها لكم. التحاليل دي الدكتور ما اعترفش بيها، قال لي لا دي بقالها فتره وغيريها، يعني اعمليها جديده. يعني هي يعني بصوا يا جماعه ادام عدى عليها 3 شهور بيبقى كده خلاص ما تنفعش تاني. المهم رحت عملت له التحاليل خلاص، وبكره باذن الله هوديها له. بس هي فعلا طلع التحاليل بتاعت روان يعني فيها شويه املاح بس زياده عن اللازم، املاح كتير قوي. عايزه اقول لكم روان ما بتاكلش اصلا املاح، بس ما بتشربش ميه كتير، هي دي مشكلتها. ايه تاني؟ طبعا بتشتكي من جنابها وبتاكل حاجات اللي هي بقى ايه يا جماعه، اللي هي حاجات بتاعت الشارع، الحاجات دي غلط فكل الكلام ده عامل لها املاح جامده وصديد. المهم بكره باذن الله هوديها للدكتور عشان يكتب لها على العلاج ان شاء الله يعني. خلاص ده بالنسبه لروان. انا بقى عايزه اقول لكم وانا راجعه قلت يا بنت دلعي نفسك بقالك كتير كده، يعني بس مش معقوله يعني يا جماعه ما اهتمش بنفسي. يا بنت احسن الراجل يبص لواحده تانية، يا بنت احسن الراجل يتجوز عليكي. المهم روان بتضحك بجد والله العظيم. انا قلت لا لازم بقى يعني جه الوقت المناسب اللي انا ايه اهتم بنفسي شويه. الوقت المهم المناسب ده جه متأخر، جه متأخر. ده بعد 40 سنة. المهم انه جه روان له خلاص اسكتي، ده كويس ان انا اصلا خدت الخطوه دي. المهم يا حبايب قلبي بصوا بقى، انا دخلت كده عند واحد يعني محل حلو كده. المهم بصوا العبط، انا ناويه ان انا اصبغ شعري. رحت جبت الفرشه بس ما جبتش الصبغه. هتقولي لي ما جبتيش الصبغه ليه؟ هقول لكم عشان لسه ما قررتش هعمله لون ايه. انا بحب يعني الوان معينه اللي هو الذهبي الاصفر، وفي نفس الوقت بفكر ايه اعمله اللي هو الاحمر يعني كده، فاهميني؟ لسه ايه هاخد كده هلقها في دماغي واشوف هستقر على ايه. المهم مبدئيا انا جبت الفرشه خلاص. البت روان بقى جابت لي الفرشه دي. انا روان انا ما بحبش الحاجات دي، يعني انا عندي يا جماعه بحب استخدم فرشه واحده لاي حاجه. روان جايبه لي دي، بصوا بتقول لي دي حلوه. دي بتاعت ايه يا روان؟ بتدمجي بيها باين؟ دي بتاعت ايلاينر. ايلاينر يعني ايه؟ بتحط فوق العين؟ بجد والله العظيم بس انا ما بحطش الحاجات دي. المهم يعني هنتعامل. المهم يا جماعه ايه، مش عايزه حد يقول عليا عبيطه. اصل يا جماعه ايه بالنسبه للمكياج انا بقالي فتره جامده قوي في حاجات كتير ما بقتش احطها، فالطبيعي احلى بصراحه يعني. ها طبيعي احلى يا روان. المهم بقى بص انا جبت ايه يا جماعه، بص انا جبت حاجه عمري في حياتي ما اشتريتها بجد. روان دايما تقعد تتحايل عليا يا ماما هاتي ضوافر، يا ماما مش عارفه ايه، وهي بصراحه بتشتري الحاجات دي على طول. المهم انا مش مقتنعه بيها وما بحبهاش، بس حاجه قالت لي يا بنت هاتيها وجربيها. يعني انا مش عارفه اذا كنت هقدر ان انا يعني هعرف اتعامل معاها ولا لا، بس انا قلت ايه هجربها. بصوا اللون ده انا بحبه قوي، اللي هو البامبي اللي اسمه ايه يا روان، اللي هو الروز روز ده بينك. ده بينك يا جماعه. دي بقى فيها 12 ضفر. طب انا عندي 10 صوابع يا روان، يبقى في 2 زياده. المهم يا جماعه انا هحاول ان انا ايه يعني اتاقلم عليها واحبها وكده. فين اللزق بتاعها؟ وجبنا طبعا لزق للضوافر خلاص. وجابت لي ديت، جابت لي دي. هي مش جابتها بروح امها دفعت فلوسها، لا هي قعدت تتحايل عليا وتقنع فيا. يا ماما هاتي دي اسمها ايه؟ انسيال ولا حظاظه؟ ده يا جماعه بصوا ده انسيال. انسيال الكيس فيه 2،
في واحده اسود في ابيض وواحده اسود في احمر. بصوا اهو، واحده وقعت اهي عشان عينك فيها، عشان انت عايزه تاخدي منها من بدري. المهم يا جماعه جبت مسكره خلاص. يعني المهم انا قلت ايه، احاول على قد ما اقدر كده ان انا ايه يعني ندلع نفسنا شويه. خلاص هو ايه، عايزه تشوفي ايه الانسيال؟ عينك فيه صح، مش هتاخديه. المهم يا جماعه بصوا بقى، انا جبت رنجايه خلاص. عايزه اقول لكم ان انا نفسي راحت لها كده انا والبت روان. المهم انا جبت واحده بس، لان اصلا المفروض روان ما كانتش تاكل رنجه عشان خاطر الاملاح، بس انا زي ما تقولوا كده يعني ايه، قلت اهي مره وخلاص. وعايزه اقول لكم جعانين جدا وما كلناش من بدري. روان احنا هنعوز زيت ولا ايه؟ ولا انت مش عايزه عليها زيت؟ لا مش عايزة. فاحنا قلنا يا جماعه ايه، نفسنا راحت لها. انت بتعملي طب ايه؟ افتحي لي كيس العيش، افتحي لي كيس العيش. المهم يا جماعه ايه، اللي عايزه بصل ولا مش عايزه؟ مش عايزه؟ طيب المهم بصوا بقى، عايزه اقول لكم الرنجه دي بجيب من حد يعني، الرنجه بتاعته يا جماعه ملحها جميل ومظبوط حلوه. تعالي كلي. المهم يا جماعه بصوا، انا هقول لكم على حاجه، انا هاكل لقمه وعايزاكم بقى ايه تكملوا معايا الفيديو للاخر خلاص. ويلا يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم انا ورايا بصراحه يا جماعه حاجات كتيره قوي، مش عارفه ابتدي منين. وروان بصراحه ربنا التابلت بتاعها اهو مش عايزه امسكه عشان ايدي زفره، عماله بتذاكر عشان الامتحانات بتاعتها قربت، وربنا بقى يعين كل واحد على حاله. المهم يا جماعه عايزاكم تكملوا معايا الفيديو للاخر. طبعا انا هاكل لقمه واخش بقى اشوف انا ورايا ايه وهنبتدي يومنا ازاي. المهم يا جماعه كملوا معايا الفيديو للاخر. يا لهوي. كبرت 15 سنه من السن، يا لهوي يعني. روان جت من الدرس؟ لسه جاي. وسع كده اما اخد نفسي. يعني ازيكم يا جماعه. بصوا بقى، يعني ايه انت ايه؟ والنبي يا شريف اللمبه دي كده. بصوا يا جماعه، احنا رحنا بقى ايه، طبعا الفيديو ده كمالة الاولاني عشان انا عاملاه على جزئين يعني. رحنا للدكتور دلوقتي، جبت وانا جايه في السكه دي ب 10 جنيه جبتها لي الحمام يا جماعه ماشي. ووديت بقى للدكتور التحاليل بتاعه روان. طبعا شريف كان عامل تحليل بول وقال له ايه عندك املاح كتيره وكده. المهم ايه، املاح ايه؟ صديد. وصديد. طبعا هتتمنع روان يا جماعه من البيبسيات خالص. طبعا هي على عينها، خلي بالكم دلوقتي يعني، واحنا طالعين من شويه كانت هتجيب وابوها قال لها اوعي خلاص كده هتاخدي العلاج خلاص، ولا بيبسيات ولا فول ولا طعميه. وقال بقى ايه تشرب ميه كتير، اللي هي تقريبا 3 لتر يا شريف في اليوم. وجبت دي بصوا كور حفظنا لبنت رحمه يا جماعه ماشي. لقيت كده واحد قاعد بتاع بلاستيكات في الارض، جبت منه. خدي يا روان الاكل اهو. خدي. جبت روان بقى اكل من بره عشان تاكل ماشي. بصوا جبت بقى ده العلاج يا جماعه اللي هو كتب عليه. عايزه اقول لكم الادويه غليت بطريقه مخيفه، غليت بطريقه وحشه جدا. جبنا علاج طبعا لروان ولشريف الاثنين مع بعض. بصوا ده بتاع الاملاح، جبت علبتين عشان هو وروان هياخدوا مع بعض يعني. جبت العلبتين دول عشان هي تاخد مرتين في اليوم وهو 3، فما جبتش واحده يعني عشان مش هتكفي بس. وجبت براشيم. دي بتاعت ايه يا شريف؟ مضاد للالتهابات. ده يا جماعه اللي هو المضاد الحيوي. مضاد للالتهابات ده مضاد للالتهابات، ده بتاعك انت صح؟ وده ده مضاد حيوي وده ده مضاد حيوي برضو. لا ده المسكن، ده مسكن. في مضاد حيوي مسكن عشان شريف، وده مضاد حيوي عشان روان برضو. قال تاخده لمده اسبوع وبعد كده نعيد التحليل. في مضاد حيوي ليه هنا؟ اللي هو انهي؟ اللي هو ده؟ ده مضاد حيوي بتاع شريف. المهم ان الدكتور يا جماعه قال لنا لما شاف التحاليل، قال لنا روان هتاخد المضاد الحيوي دوت والعلاج لمده اسبوع، وبعد كده هنعيد التحليل تاني نشوف الصديد نزل والاملاح ولا لا.
لو الحاجات دي ما نزلتش هنعيد العلاج كمان اسبوع، لو نزلت يبقى كده ايه خلاص، على اساس ان احنا ما نقعدش نديها يعني في ادويه وخلاص. المهم يا جماعه بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم انا كنت جايبه امبارح خيار وعايزه بقى ايه اخلله. خلاص طبعا انا مش هخلل كتير عشان ايه، انا ما بحبش الخيار وشريف هو اللي بيحبه، فانا هعمل له كده ايه، تعالى كده يا شريف هعمل له كده حبه على قده يعني. بصوا بقى، عايزه اقول لكم انا غسلته وركنته قبل ما انزل، يعني ايه ما عملتهوش. انت عايز على قد يومين ولا في الاول؟ اعمل نصه وخلاص. ها؟ نصه. اعمل لك نص كيلو؟ نصه. لا هيبقى كتير محدش بياكله. لا انا باكله بجد عشان بينعم. يعني انت بص انا ممكن اعمل لك اول باول، فاهم؟ ماشي. المهم يا جماعه انا بصوا انا هعمل له شويه خيار على قده، لان انا اصلا ايه ما بحبش الخيار المخلل. ماشي. نجيب بقى الملح ونجيب الخل، اهم حاجه الخل. عايزه اقول لكم ان انا ايه بحب ايه اعمل قليل على اساس ان هو بعد كده بينعم وبيبقى مش حلو، فانا ايه هعمل على قده كده يعني. خلاص. المهم بصوا بقى، ادي شويه الميه اهو، خلي بس مش هكتر الخل ده عشان عايزه اقول لكم بتهري. لا الخل ده اصلا مركز. خلصت عايزه ابقى اجيب والله. طبعا انا مش هحط ملح كتير عشان انت المفروض اصلا ما تاكلش املاح. الدكتور يا جماعه قايل له بس قايل له ما تاكلش املاح كتير، هو اصلا قال لك المفروض ما تاكلش املاح خالص. ايوه بس انا بقى اللي هعطف عليكم مره كده يعني، ما تاخدش على كده. بس هو ده مش املاح. معلش بس هو في ملح. هاتي شوكة. شوكه؟ خدي شوكه. يلا. غسلت ايديكي؟ حط له بقى حته توم. انت عايز توم كتير ولا؟ المهم ايه نص معلقه كده وخلاص. ما بحبوش خالص البتاع ده، وخصوصا بقى لو عليه توم. اه. تعالي شوفي التليفون يلا. لا خلاص سيبيه. بس كده. نحط بقى يا جماعه الليمون. انا ببص في التلاجة يا شريف ما لقيتش الا دول بس، الباقي في الفريزر. هطلع كيس على كده. لا في التلاجة. ايه بجد؟ خلاص بقى انا همشي نفسي بدول عشان ما يبوظوش. بصوا يا جماعه انا هحط شريحتين كده وايه وخلاص عشان ما يبقاش مزز يعني. بس كده. بس هنحط بقى الخيار. حط الكبير بقى. انا هحطه بقى، لا بالعكس انا عايزه اقول لك ان الصغير ده بقى بيبقى ايه يبقى تحفه. هتجيبي يا جماعه بصوا شقه صغننه كده واروح حاطه كده على قد العلبه. انت عايز نعمل بتاع ده هتاكلي خيار يا روان اعمل حسابك؟ ايه ده دي بتحبه؟ انا معرفش. ما بتحبه. انا عيالي يا جماعه من كتر ما هم قرفني في اكلهم وفي شربهم والله بقيت اتلخبط مين بيحب ايه. سيبوا بقى سيبوا. يا حبايب قلبي فيديو النهارده خلص. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك وحطوا لايك للفيديو، ويلا انتظروني بقى في الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه، السلام عليكم.